وصفة المندي التاريخي على رز الوليمة بأسرار رز الوليمة بأسرار المندي. الكل راح يطلع مندي للزمن. أول شيء لازم يكون عندنا لحم فريش، يا أما تيس يا أما حري يا أما خروف نعيمي وسواكني. في ناس عندهم وجهة نظر وأنا مو مقتنع. بسم الله. صبغة الزعفران واللحم خطوة أولى، والملح الخشن. نضيف أي بهارات، صفر إضافة بهارات على المندي، فقط ملح خشن ولا أي شيء ثاني. ولازم تعطيه حقه بالملح عشان تطلع اللحمة مالحة والجلدة للزمن. والحين راح نحط 5 كيلو رز الوليمة. سلام. ملاحظة مهمة، ممنوع نقع الرز للمندي أبد، والوليمة ما يحتاج تنقع. سر وقوة رز الوليمة وين يا منصور؟ قوته في إنه أكثر رز يتحمل وقت وحرارة. في المندي نحطه ساعة ونص ساعتين في البرميل ويطلع حبة حبة. في المضغوط تضغطه وقت طويل مع لحم مع دجاج يطلع حبة حبة. في الأعراس في الكميات، على كل الكميات الكبيرة تلقى على طول يكون الاختيار رز الوليمة. السبب قوة الحبة وتحملها للوقت والحرارة. حطينا 5 كيلو بدون نقع وبنبدأ بوصفتنا الآن. قبل ما نرص اللحم نعطيه كذا ايش، تكفيله خفيفة باللون الأحمر. شوف بهذا الشكل يعطي للمندي لون جميل. لما يستوي يعطيك كذا حمار خرافي مع الأصفر، يوديك شيء للزمن. كل واحدة منهم نعطيه كذا لمسة صغيرة بس باللون الأحمر، اختيارية طبعا. الحين غسلنا الرز فقط بدون نقع. كل كوب رز قدامك كوب مويه. راح اكتب لكم المعيار كامل. ملاحظة مهمة يا جماعة، ممنوع نقع الرز ابدا. رز وليمة تغسله فقط وتضيفه في قدر مندي. نضيف عليه المويه، كل كوب المويه، كل كوب قدامه كوب. بكتب لكم المعيار بالملي بالجرام. مستحيل احد يغلط في المندي بعد اليوم. مسألة موضوع الثوم او الطماط او الفلفل البارد هي مسألة اختيارية. توزن الملح بالشكل الصحيح في المرحلة هذه. تذوق المويه الان تلقاها مالحة بزيادة تعتبر، عشان يطلع معاك موزون بعد ما يستوي الرز. وعلى قدر الكهربائي. الحين يا جماعة اضفنا الرز تحت في القدر الكهربائي، والحين نضيف عليه اللحم. طبعا لاحظوا شيء، الافخاذ تكون تحت والقطع الكبيرة في النص والضلوع تكون كذا على الوجه اخر شيء. وننزل اللحم على الرز ونسكره بشكل محكم وارجع لكم واعطيكم الوقت والحرارة. طبعا هذا المندي قاعد اسويه في برميل مزين الكهربائي. ملاحظة مهمة جدا جدا جدا، المرحلة الأولى في طبختنا اليوم 1.3 ساعة على حرارة 230. احفظ الحرارة والوقت عشان تشوف النتيجة مع بعض. هذه المرحلة الأولى في الطبخة، بعدين أوريكم المرحلة الثانية. الحين يا جماعة بعد مرور ما شاء الله تبارك الله، الحين بعد مرور 1.3 ساعة ايش راح نسوي؟ راح نطلع الرز ونخلي اللحم لمدة ساعة إضافية يتحمر وياخذ ريحة المندي وطعم المندي. وشيك على رزنا الآن، رز الوليمة بالمندي. الحين يا جماعة طلعنا الرز. شوفوا الطريقة وشوفوا التكنيك معاي يا جماعة. طلعنا الرز ونرجع اللحم لمدة ساعة على حرارة 250 لمدة ساعة، والرز طلعناه خلاص. الحين يا جماعة هذه الحرارة خليها 250 ساعة. كهربائي في قدر المزين. الرز يا جماعة بس نشيك عليه كذا عشان ما يبرد. خلاص نسكر عليه بقصدير. طبعا يا جماعة طول ما الرز يكون بهالكمية وبهالكيفية ما راح يبرد معاك في الساعة هذه أبدا. قفلنا على اللحم ساعة ونرجع لكم نشوف النتيجة مع بعض كاملة. شوفوا من بدري. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. لا يبرد. سكر عليه. لا إله إلا الله، ما شاء الله تبارك الله. شيل اللي طاحت هذه بس. لا إله إلا الله. مليان تفاصيل يا جماعة، مليان. ما شاء الله تبارك الله. يلا خلنا نغرف وأوريكم النتيجة الحين. شوف اللون، هذا اللون اللي نبغى نوصل له. وهذا رزنا الحين. الله
هذا له صوت ما شاء الله تبارك الله. هذا رز الوليمة. شفتوا معاي المكونات، شفتوا القدر، شفتوا الوصفة، شفتوا معاي كل التفاصيل. بعد اليوم لا احد يقول ما عاد اسوي مندي. شوف الحبة، شوف المندي، شوف المندي. الوضع الحين يا جماعة زي ما انتم شايفين، رز الوليمة، الوقت، الحرارة، التكنيك الصحيح، الكل يقدر يطلع مندي زي هذا. شوفوا كيف، شوف من هنا، شوف اللون، شوف اللون، شوف الجمال يا جماعة. جودة اللحم لازم تكون بهالكيفية وبهالجمال. بعدين تحط هذه على هذه وهذه من هذيك وتقفل كذا.